تاجوري نافذ، ثم ماهر الكنزاري يوزع ماهر الكنزاري وتسديدة رأسية مباشرة في دين الحارس كامارا كيموكو. إذا إن شاء الله يتواصل هذا الضغط المفروض. كامارا محمد على المنتخب الغيني، وتدخل من بن سيمان أمام كامارا محمد، وثم مخالفة يعلن لها الحكم الكونغولي السيد عمر يانجو. مخالفة باش يتولى تنفيذها اللاعب رقم 6 وهو كيتا اليسيني. باهي تمرير مقدم من الفقيه، توصل إلى مروان البكري ويتعكس الهجوم عن طريق اللاعب رقم 10 سانغورا، ثم محمد كامارا يتوغل ومعه بوعزيزي، وثم تماس المنتخب التونسي لأنه آخر من لمسها هو محمد كامارا. تاجوري قصيرة إلى نادر الفقيه، تاجوري من جديد، تاجوري طويلة، وثم المهدي بن سليمان هرب عليه، يهرب على المحاصر. مهدي بن سليمان من جديد يوزع، مهدي بن سليمان وتخرج الكرة ركنية. ثم أحمد الطرابلسي كان ينتظر في الكرة، وركنية أخرى لفئة المنتخب التونسي اللي لحد الآن قائم بمجهود كبير من أجل الوصول إلى شباك المنتخب الغيني اللي صامد إلى حد الآن وملتف حول حارسه. نفذ الركنية مقاوسة والهدف، الهدف الأول مروان البكري أو أحمد الطرابلسي. شوفوا كيفاش شكون عماد بن يونس فعلا رقم 2 عماد بن يونس. الهدف الأول إذن عماد بن يونس ذكرنا مرة أخرى بالنجاعة الهجومية متاعه، وعلى اثر الركنيه هاي اعاده الركنيه شوفوا كيفاش، وترجع من عماد بن يونس بالراس ويسجل الهدف الاول مع مطلع الدقيقه 12. هايله ياسر. شفتوا شوشان كان قدم الى الامام ويرجع الكره امام عماد بن يونس، وعماد بن يونس في الدقيقه 13 اذا تغير النتيجه وتصبح هدف مقابل 0، وعسى هذا الهدف يجيب أهداف أخرى لأنه لابد من الاطمئنان. عماد بن يونس صاحب الهدف يوزع طويلة، وثم تدخل من الدفاع رقم 2 سال ألاسان تخرج مباشرة في التماس. لأن شيء جميل جدا وهدف في وقت مبكر من شأنه باش يحفز همم اللاعبين ويخليهم يقدموا مجهود إضافي، وإن شاء الله تكون النتيجة عريضة كما قال رياض البوعزيزي. يتمنى باش يكون 3 أهداف حتى تكون النتيجة مؤتمنة ويحصل الترشح منذ مباراة الذهاب. الاسان ترجع ثم بوعزيزي يقبل وتدخل من أحمد الطرابلسي، وأحمد الطرابلسي يخرج الكرة في تماس لفئة المنتخب الغيني. من بعد مرور 14 دقيقة لعب تتغير النتيجة، ومنذ الدقيقة 13 إذا منذ دقيقة تتغير النتيجة لفئة المنتخب التونسي وتصبح هدف مقابل 0، وصاحب الهدف هو هداف المنتخب الأول وكذلك الأولمبي عماد بن يونس تاجوري، ثم ماهر الكنزاري ترجع إلى مروان البكري ثم طويلة ثم تدخل باللاعب رقم 4 وهو ديالو إدريسا. ثم شوفوا الاستماتة الكبيرة من اللاعبين قادمين مجهود طيب، وهذه هي الروح الوطنية اللي يتشبعوا بها العناصر الشابة في هذه المباراة، وهي اللي أحسنت الفرق وخلت المنتخب التونسي لحد الآن مسيطر. وثم مروان البكري الآن طويلة من مروان البكري وتوصل مباشرة للاعب رقم 6 وهو كيتا اليساني. ترجع من جديد إلى اللاعب ديالو إدريسا وثم شحذا من نادر الفقيه. الكرة ما توصلش إلى ماهر الكنزاري ويتعكس الهجوم عن طريق سيسي الحسن. هجوم لفئة المنتخب الغيني ولكن تستدم الكرة وترجع تماس لفئة المنتخب الغيني لفئة اللاعب رقم 10 بانغورا عثمان صاحب التسديدة الأخيرة، وثم لاعب أظنه ديالو إدريسا قاعد ملقى على الأرض. ديالو إدريسا فعلا. بالنسبة للزملاء في الإعلامية عندهم الحسن سال لكن رقم 4
الموجود عندنا ديالو إدريسا، هذا الموجود في القائمة الرسمية. بذلوا مجهودات كبيرة الزملاء الفنيين في الإعلامية، لأن التشكيلة الأساسية جاءت قبل 5 دقائق فقط، وحبوا ياخذوا الاسماء من بوسائلهم الخاصه، وقمنا بمجهود. نتمناو المره القادمه باش القائمه تجينا في وقت مبكر. على كل، الحسن سال في تنفيذ هذا التماس، تنفذ طويله وترجع مره اخرى من الدفاع، واستماته كبيره الفريق القومي التونسي، وثم مخالفه كما تلاحظوا. تماس اذا لفئه الفريق الغيني، كما يعلن عن ذلك مراقب الخط. والحسن سال طويله منه، وبوعزيزي ثم، لكن ثم مخالفه تحصل عليها البوعزيزي. بوعزيزي كذلك مردود كبير وكبير جدا. وامامكم الحكم عمر يانجو، الحكم الكونغولي. جابلا، صبري جابلا، شوشان يلزم بكل تؤدى تاجوري مثلا 3-5-2 الخطه اللي يعتمد عليها المنتخب التونسي. زوز اكسونتري من هنا، ثم من ناحيه اليمنى لاعب نادر الفقيه الى حد الان متالق. شوشان طويله وتخرج الكره. تماس لفئه المنتخب الغيني. بطبيعه الحال ثم تنويع بالنسبه للمنتخب التونسي، والاسان في اعاده الكره من التماس. ومره اخرى تماس لفئه المنتخب الغيني. من 17 دقيقه الان، والنتيجه هدف مقابل 0 لفئه المنتخب التونسي. صاحب الهدف منذ الدقيقه 13 سجله عماد بن يونس، وعسى أن يتلو الهدف هذا أهداف أخرى يحقق بها المنتخب التونسي الغاية المرجوة منذ لقاء الذهاب، ويلعب براحة بال أكبر. لأن إدريسا ديالو رقم 4 يرجع بعد ما تلقى إصابة، وهو باش يتولى تنفيذ هذه المخالفة الطويلة. ونادر الفقيه طويلة وتصل مباشرة إلى حارس المرمى أمام مهدي بن سليمان. كايتا السيني تتقص نادر الفقيه، باهية من ماهر الكنزاري في اتجاه مهدي بن سليمان. يهرب، مازال يراوغ، ومازال تعدل الكرة وتحصل على ركنية. راوغ بالأول وحب يراوغ بالثاني، وتوزيعها نتاعو الثانية كانت أرضية، تصداو لها زوز مدافعين وتخرج ركنية. أو أمامكم على الصورة مهدي بن سليمان، نعرفوه يمتاز بسرعة فائقة وبمراوغات في مساحة صغيرة ياسر، الشيء اللي يخلق الخطر ويخلي كذلك الظهيرين في مكانهم وتتنفذ وترجع من الدفاع. مرة أخرى هذه الركنية. كايتا ترجع الكرة من جديد، سليمان، لكن تقسم تاجوري مباشرة إلى حارس مرمى، أو ترجع قبل ما توصل إلى حارس مرمى. ثم طرابلسي، نادر الفقيه، باهية طرابلسي. شوفوا كيفاش طرابلسي من الناحية اليسرى أيضا رجع التالي قبل ما توصل إذا إلى وليد العبيدي. بوعزيزي الآن، وتمريرات قصيرة. تاجوري، عملية مراوغة وثم مخالفة. نتمناو باش عماد بن يونس يقوم. هذا الهدف الشاب قدم خلال كأس إفريقيا الأمم مردود طيب للغاية، وسجل 3 أهداف. ربما كان لعب كثير من المباريات لكنت الحصيلة كبيرة، وهو مولود يوم 16/6/74. ماهر الكنزاري نفذ ثنائية، ماهر الكنزاري مع مرور البكري، ثم جاب الله ويخرج الحارس، لكن تدخل مرة أخرى من الدفاع.
وترجع الكره هجوم لفئات المنتخب الغيني لكن تخرج في التماس. ثم البوعزيزي قبل، شوفوا البوعزيزي هو الاخر عبر ارجاء الملعب، نجدوه في كل مكان ويرجع الكره الى الوراء الى زميله شوشان. ترجع تاجوري، تاجوري يفركس بطبيعه الحال عن مسانده جاب الله ثم مروان البكري، مروان البكري طليق والكره نتاعو ما توصلش ويتعكس الهجوم اللي فات الفريق الغيني، لكن تدخل باهي من البوعزيزي، دور كبير في التغطيه ببكري الى الوراء. ثم ماهر الكنزاري قصيره ما توصلش الى البكري، تتقص من محمد كامارا ويتعكس الهجوم. محمد كامارا ثم سيسي الحسن ويخلي الكره شوشان يغير الاتجاه. ثم صبري جاب الله، شوشان من جديد، ما يلزمش واحد يراوغ في المنطقه هذيك، صعيبه وباهيه، عمل لقطه فنيه طيبه، لكن يلزم واحد ياخذ الحذر نتاعو. نادر الفقيه طويله والكره تدخل من الدفاع وتخرج تماس باهيه من بن يونس، كان ضايق المدافع وتحصل في النهايه على تماس يفات المنتخب التونسي. نادر الفقيه بالتنفيذ هذا التماس، نادر الفقيه طويله وتصل الى مروان البكري، وثم مخالفه، ثم دفع واضح يعلن عليه ولو بصفه متاخره الحكم الكونغولي. هذه المخالفات يحبذها عماد بن يونس او مروان البكري باش ربما يتولى تنفيذ. ثم عماد